اهلا وسهلا، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. غندير لكم هاد ستوريات على هاد الخلطه اللي خاصه بالجهاز الهضمي. المبدا ديال هاد الخلطه هذه ديال الجهاز الهضمي هي المواد اللي حنا كندخلوها في النظام الغذائي ديالنا بالنسبه للناس اللي عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي او الناس اللي عندهم مشاكل حتى في القولون، التهابات الى اخره. هنا غادي نجي نفسر هنايا هاد يعني المواد اللي هي يعني امنه، يعني ما فيهاش، ما كاينش شي مواد اللي تقدر تكون فيها درجه السميه الى اخره، لانه هنا عندنا المكونات ديجا مكتوبه هنايا. كاين غير الخروب، النافع، حبه حلاوه، الميليسا، سميتو مزيج بين الاعشاب الطبيه العطريه ومزيج بين البذرات وبين الخروب اللي هو اللي فيه نسبه كثيره. فخلطه الجهاز الهضمي هذه تركيبه خاصه باورغانيك لوف، حصريا، ماشي يعني مبتكره ديال الاورغانيك لوف، وماشي مبتكره شي حاجه اللي جديده، بالعكس هي من التراث المغربي التقليدي العريق. هاد التراث المغربي التقليدي العريق في كيتمثل هنايا في الزميطه البلديه. هاد الخلطه هذه كدار في الزميطه البلديه. هنايا الميليسا هي اللي زدتها انايا، الميليسا والبردقوش. والميليسا انا قلت لكم راه ديجا قلت لكم بيو غير مرشوشه وزرعها بيديه، داكشي علاش قلت لكم ما غندخلوش هنايا مواد مثلا بحال الاعشاب العطريه اللي تكون مرشوشه، فممنوع. الميليسا بيو، بردقوش حتى هو بيو يعني غير مرشوش بالمبيدات. وهنا عندنا النافع، حبه حلاوه. وبالنسبه هذا فيها مانتا وفليو اللي هما بريين ديال خديت كناخذهم عند واحد السيده في الشمال في الشاون. فهنايا عندنا اعشاب اللي كتخدم لنا على الجهاز العصبي وجهاز الهضمي. وهنا فاش تنقولوا جهاز الهضمي جهاز العصبي، هنا كاين عندهم ارتباط قوي، واكيد هنا كنغديو البكتيريا الصديقه. و هنا عندنا بالمسكه الحره يونانيه. وحتى التوازن اللي تيكون هنا عندنا انه ما تيكونش عندنا اعشاب اللي سخونه او لا اللي تقدر تنشط لنا الدوره الدمويه، وخصوصا فهاد الوقيته هذه. داكشي علاش هنا ما تلقاوش ما دايرش الزعتر. هنا الزعتر ممكن تضيفوه، انا غنجي لكم بعد الاضافات. هنا الخلطه هي هذه. الباكي نسيت نقول لكم بالنسبه للباكي فيه 200 غرام. الباكي هو هذا، كيجي على هذا الشكل هذا، ساشي كرافت مسدود باش ما يدخلش لنا اشعه ديال الضوء بالنسبه لهذا الساشي، لانه ديجا وضحت لكم هذه النقطه. فاش تنخدموا عندنا مواد او الاعشاب عطريه، فاش كنطحنوها كتكون حساسه الاكسجين، حساسه للضوء. فتكون حنا غرضنا بدوك المركبات او دوك الزيوت الطياره اللي فيها اللي هما القوه ديال النبته. فساشي كرافت من بعد ان شاء الله ممكن تحتفظوا بها، تخلوها هكا في ساشي كرافت، تحتفظوا بها في الثلاجه من الاحسن، خصوصا في الفصل ديال الحراره، لانه هذوك الزيوت الطياره كتكون حساسه للحراره دغيا كطاير، يعني ما غادوش نقولوا كتبخر ولكن تتطاير. ولكن في الثلاجه في درجه البروده، فاش كيكون يعني الحراره اللي منخفضه بزاف، يعني كتكون بارده، كتبقى محافظه على راسها. من الاحسن تحتفظوا به في الثلاجه. هنا عندي هذا الخير هذا، ما شاء الله ما نقولش لكم الريحه كيف دايره، ما شاء الله مطحونه هنايا. هذا هكا كيف جات، ما شاء الله تبارك الرحمن. كتاخذوا معلقه صغيره، نقول لكم هنا طريقه التناول. كتاخذوا معلقه صغيره ما عامراش، كتاخذوها قبل من الفطور قبل من الغداء مع الماء فقط. من الاحسن ما ديروش العسل، ما تخلطوش مع العسل، ما تخلطوا مع حتى شي حاجه اخرى، راه سهله. غديري معلقه، نهز معلقه صغيره، ما كندويش على هذه، معلقه صغيره اللي ديال الاتاي اللي كلشي عنده في الدار، هذيك ديال السبوله، ما نعمرهاش، نديرها في فمي بسم الله ونشرب معاها الماء. من الاحسن هنايا اللي عندهم الناس اللي عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي يقولون بعدوا على الماء ديال الروبيني، خصوصا البلايص اللي تيكون فيهم الروبيني تيكون فيه الكالكار بزاف، فهذا كيزيد من تفاقم هذوك الاعراض وداك المشاكل اللي كتكون بالنسبه لدوك المغص، ولا نقولوا داك الالام اللي كتكون في الجهاز الهضمي. الثمن هو 75 درهم. 75 درهم 200 غرام. انا درت لكم ثمن رمزي لانه صراحه راه قيمتها ولا ثمنها ولا السومه ديالها اللي بغينا نقولوا راه اكثر من هذا، سميتو 200 غرام ما شاء الله. انا غنجي لكم حوايج اخرين اللي ممكن تضيفوهم، لانه كيف قلت لكم هذه خلطه ممكن ناخذوها الناس اللي عندهم حتى الضغط الدموي مرتفع، لانه دخلنا الزعتر، دخلنا اعشاب اللي سخونه تقدر كترفع الضغط الدموي، وحتى عرقسوس ما كاينش بنسبه كثيره، النسبه اللي كتعاون او اللي تكمل المنافع ديال المواد الاخرى، وممكن تضيفوها بالنسبه للناس اللي عندهم التهابات حاده في القولون. غادي نجي نعاود نقول لكم الاضافات اللي غتكون. بالنسبه للاضافات، الناس اللي عندهم سوء امتصاص او امتصاص ضعيف بزاف، وعاد يمكن يكون عندهم جرثومه المعده او لا كانديدا او لا اي المشاكل الجرثوميه ولا البكتيريا اللي كاينه عندهم في القولون، فهنا كتضيفوا الحلبه مطحونه، او ممكن
يعني كتاخذوا غير نص ديال هذا الباكي، يعني 100 غرام، وتقدروا تضيفوا ليه 10 غرام اولا حتى 20 غرام ولا 15 غرام، بين 10 غرام و 15 غرام مناسبه مزيانه، لانه انا كندوي على هاد ديال اورغانيك لوف مطحونه بودر رقيقه، يعني كتكون مركزه. عندنا هنايا كتضيفوا 10 حتى 15 غرام ديال الحلبه. ممكن ديروا الكرويه حتى ديروا 20 غرام ديال الكرويه، اولا هنا غندقق شويه، ما اسمحوا لي غندقق باش ما نديروش ما نفوتوش لي دوس. شوف بالنسبه الى غندخلوا الحلبه مع الكرويه، غنديروا 10 غرام ديال الحلبه مع 10 غرام ديال الكرويه مطحونه، 10 غرام ديال الحلبه مطحونه مع 10 غرام ديال الكرويه مطحونه في 100 غرام ديال هاد الخلطه ديال الجهاز الهضمي. واخ هنا غادي الا كان عندنا سوء امتصاص مع التهابات حاده في الجهاز الهضمي اولا في القولون، كندخلوا عرقسوس. انا قلت لكم العرقسوس ما يمكنش نضيف هنايا كميه كبيره اولا بورسونتاج ولا دوزاج طالع على ود باش ما يطلعش لنا الطونسيون، لانه العرقسوس كيطلع الضغط، كيطلع لا طونسيون. هنا كنضيفوا لهذا الشيء اللي قلت لكم، كنضيفوا ليه عرقسوس ممكن توصلوا حتى ل 20 غرام اولا 30 غرام. 20 غرام ديال العرقسوس ممكن تضيفوها في 100 غرام. 20 غرام حتى 30 غرام ديال العرقسوس كتضاف لينا في 100 غرام ديال الخلطه. هنا الاضافه الاخرى هي بالنسبه للناس اللي عندهم اللي بغينا نقولوا عندهم مشاكل في يعني السكر، يعني عادو غير مضبوط اولا خلل اولا عندهم مشاكل في السكر، يعني حتى نقولوا ما كياخذوش الدواء الى اخره، يعني بيضبطوا السكري في الدم. كنضيفوا الحلبه وكنضيفوا القزبور يابس مطحون، حبوب القزبور مطحونه، ماشي كنعبروا كندير لكم العبار فاش كنعبروا الماده وهي مطحونه. عندنا القزبور يابس مطحون كنضيفوا 30 غرام حتى 40 غرام حتى 50 غرام، ما كاينش مشكل في 100 غرام، 30 غرام او 50 غرام في 100 غرام، مع دائما 15 غرام ديال الحلبه في 100 غرام بالنسبه للناس اللي عندهم هذا المشكل ديال السكري. واكيد هنا النسبه ديال الخروب راه طالعه. بالنسبه للحبوب ديال القزبور ممكن تضاف حتى الناس اللي كيكون عندهم هذا الاسهال حاد، عندهم خلل في البكتيريا الصديقه ولا مشكل او التهاب في القولون مصحوب مع اسهال حاد. هنا كتضيفوا 30 غرام ديال حبوب القزبور ممكن تضيفوها لهاد الخلطه هذه، وتبارك الله راه غتولي عندكم خلطه ضخمه ونستفدتوا قطاستو. يعني راه عندكم هنايا راكم رابحين ديما رابحين. انا مع اورغانيك لوف ديما رابحين، ما كنعطيكمش حاجه محدوده، ديما كنعطيكم برودوي ممكن تخرجوا منه بزاف د الحوايج. قزبور مطحون للناس اللي عندهم اسهال حاد ممكن نضيفوه لهاد الخلطه هذه اللي 100 غرام. ما باش نقوي عليكم قوه الاضافات باش ما تترولوش داكشي، عشان انا ما درتهاش اصلا هنايا. كاين مثلا بحال نبته الشعير ممكن تضاف اللي عندهم التهابات، لكن بغيت نبقى في هذا الشيء محدود هذا، لانه نبته الشعير كاين الناس اللي اصلا باقي عندهم خلل في البكتيريا الصديقه اولا عندهم جرثومه ولا ما تيقدروش على مثلا النباتات الخضراء. ف كفتره علاج اولى مع نظام غذائي سليم اللي خاص بالجهاز الهضمي اولا هذا، فهذه قاديه ان شاء الله نافعكم ان شاء الله بحول الله. اكيد هاد الخلطات هي ماشي ادويه، هي كتساعد كتدخل لنا ولا كندخلوها في النظام الغذائي ديالنا، عوض ما ناخذوا داك الاشياء التيزان ولا هذه، لكن ناخذوها كامله باش كنستافدوا منها. وممكن تضيفوا هنايا كتضيفوا يعني في النظام ديالكم شاي الاعشاب هنا، خصوصا النعناع العبدي. انا النعناع العبدي اولا النعناع الفلفلي صراحه ما كانش عندي شي حاجه غير مرشوشه، داكشي ما قدرتش ندخله، اما حتى هو ممتاز بزاف، فهنا غادي تاخذوه كتيزان. فبالنسبه للنعناع العبدي بحكم انا قلت لكم هو خاص نورمالمون خصو يدخل في التركيبه، ولكن ما لقيتش سميتو هذا، ما لقيتش يعني غير مرشوش. انا اللي زرعه شي حاجه قليله دخلتها لكم هنايا، داك الشيء القليل ديك البركه القليله دخلتها لكم هنايا. ففي العشيه دائما في العشيه كنديروا ليتيزان شاي الاعشاب بنعناع العبدي، كيدخل في العلاج في النظام الغذائي ديال الناس اللي عندهم التهابات او حتى القولون العصبي. انا فاش قلت لكم الجهاز الهضمي راه كلشي مجموع فيها كلشي، سواء تقرحات او التهابات على مستوى المعده او مشاكل في الامعاء دقيقه او حتى التهاب في القولون والقولون العصبي، كل شيء مجموع. لانه كنقول الجهاز الهضمي ما كنعنوش به غير المعده، لا كنعنوا به الامعاء القولون كل شيء.
فالعلاج ما تيكونش بخلطه واحده بالنسبه لهاد المشاكل اللي كتكون عند الجهاز الهضمي. كيكون نظام غذائي، النوعيه ديال الاغذيه اللي كناخذو، نوعيه الماكله اللي كناخذو. الاعشاب العطريه الطبيه عندها قوه كبيره في العلاجات، ولكن بالمداومه. ما نشربش انا تيزان نشربو نهار 2 3 4 نقول راه لا او القوه اللي حطها فيهم الله سبحانه وتعالى، لانه حنا ما نقولوش الطبيعه هذه، تنقولوا الله سبحانه وتعالى هو اللي خلق لنا هذا الشيء كامل باش نتعالجوا به، باش نستافدوا منه. القوه فيها هي كتستافد منها بالتراكم، يعني هاد المواد كلها، يعني هذيك النسب القليله اللي فيها مع الاستعمال الدائم المتداوم، فغادي تولي هاد الاعشاب عندها قوه كبيره. ولكن جسمك خصو يكون ولف على هاد المواد هذه، تعرف عليها باش يقدر تولي يعني كتعطي ديك النتيجه القويه هذه. سمحوا لي طولت عليكم هاد السطوريات، كنتمنى نكون فدتكم. معلقه صغيره اضافات اللي قلت لكم ممكن تضيفوها. عندنا هنايا الحلبه، بودر ديال الحلبه، هذا حبوب ديال القزبر مطحونه، عرقسوس، هذه الاضافات اللي ممكن تضيفوا لهاد الخلطه هذه. واكيد هنايا بالنسبه للالتهابات او كمضادات الاكسده، فانا درت لكم العصفر البلدي. العصفر البلدي فهو قوي في الالتهابات، غادي يعاون بزاف ما شاء الله على باقي الخلطات المواد الاخرى. كنتمنى لكم تنفعوا ان شاء الله بهذا الخير هذا. هذه كميه محدوده. هذا الخير هذا اللي وجدت لكم، ما عرفتش باقا تقدر تكون شي طحنه اخرى، لانه الميليسا بقات عندي فيها غير كميه قليله. المشكل هو اللي تيكون في الاعشاب هذو، هما الميليسا والبردقوش اللي بيو عندي نسبه قليله. وان شاء الله خير وبالشفاء ان شاء الله للجميع.